أول خطوة لينا كانت أسهل خطوة. ميزانية الإنتاج الضخمة ساعدتنا في تأسيس استوديو كبير نقدر نصور فيه أضخم البرامج. هي كل حاجه جت معانا بالصدفه. احمد كان عامل زي استوديو صغير كده عنده في اوضه الصالون، ما معيش الا كاميرا وكشافين. 3 2 1. من البدايه بقى، من اول فيديو عملناه مصر كلها عرفتنا. لقاءات صحفيه بقى وتلفزيونيه ما تعدوش. بقيت اخش اي شارع يتقفل صور سيلفي بقى وبنحبك يا جو بتاع. الحمد لله. تعرف برنامج اسمه جوتيوب؟ دوت يوتيوب. جوتيوب ده موقع تاني غير اليوتيوب. كلكم بقى وتيم الجرافيكس بتاعنا. بالمناسبه هو اللي عمل فيلم افاتار. التيم الضخم ده هو اللي خلى الجرافيكس بتاعنا بالابهار اللي كنتوا بتشوفونا بيه. الحمد لله. بابا الانتخابات حصل فيها ايه؟ ومعانا اتصال تليفوني نقول الو. ايوه. اصعب ما في البرنامج صناعه الافيه، الكوميديا، الضحكه الحلوه. علشان كده عندنا احسن تيم كتابه بيكتب الافيه باحترافيه شديده وبسنس اوف هيومر عالي. الحمد لله. احنا الاثنين بنقعد نكتب السكريبت، واحنا الاثنين بنصور، واحنا الاثنين بنمنتج، واحنا الاثنين بنعمل. يعني بعد ده كله طلبوا يحاربونا بالطماطم؟ طب واحنا نرد عليهم بايه؟ بخياره؟ لا انا من يومي كده معروف بيلبسني احسن ستايلست في مصر. ما بحبش بقى اتكلم عن ستايل كتير، طول عمري ستايل. الحمد لله. شكلي ايه قدام اهل بلدي؟ ده انا محترم جدا هناك. 3 2 1. بس يا سيدي، ومع الاحترافيه الشديده اللي شفتوها دي كلها كان طبيعي جدا نكون موجودين في المكان ده. الحمد لله. خدنا بكل اسباب الفشل ونجحنا. بتوع التنميه البشريه يقعد يقول لك اسعى واجتهد وطور والحس التراب. مفيش الكلام ده. النجاح في الوطن العربي ليه طريقين: الواسطه ودي مش عندنا، ودعاء الوالدين. احنا خدناها بدعاء الوالدين. الحمد لله. اهلا بيكم. اهلا بكم في اول حلقه من جوشو على شاشه التلفزيون العربي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا انتوا اكيد عارفين جوشو برنامج كبير. مش قادر يا جماعه، اصل هم بصراحه قالوا لي ان انا اتكلم عادي ان هو جوشو، وانتوا اكيد مش تاخدوا بالكم ان احنا غيرنا اسم البرنامج من جوتيوب لجوشو. لكن بصراحه اللي حصل ان القناه هنا جابتنا ومسكتنا جامد كده وقامت ماسكه ايدينا وخلتنا ماضينا. من الاخر يا جماعه، من الاخر انا خدت فلوس. من الاخر حط نفسك كده مكاني، تخيل حد جه قال لك $1 وتغير اسم البرنامج. ده انا غير له اسمه، مش هغير له اسم البرنامج. المهم ان انا اخيرا حققت حلمي، الحاجه اللي كنت مستنيها من زمان. طلعت على التلفزيون، بقى عندي استوديو واضاءه وجمهور. ده اللي كنت بحلم بيه من زمان. اتمنى ان انا لما الجا يعني ما اضطرش في يوم ان انا الجا ان انا اقدم حاجه على اي قناه تلفزيونيه. اليوتيوب بيتيح لي حريه اكتر. اللي انا عايزه كله بقوله. انا ليه اربط نفسي بالتلفزيون؟ اتزنقت في قرشين، ايه المشكله يعني؟ وبعدين اهم حاجه السقف بتاعنا ما يختلفش. احنا هنا جينا القناه قالوا لنا قولوا اللي انتوا عايزينه ما عدا الحاجات دي. الحاجات دي بصراحه مش عارف هم جايبين منين ليه. اصلا شاشه التلفزيون العربي عندها اقوى برنامج كوميدي في الوطن العربي كله. سامح سيف اليزل سبق السيف العزل لا لا. سامح سيف اليزل لا لا. سبق السيف العزل. بجد ده افيه؟ سامح سيف اليزل العزل. اليزل والعزل. مش ممكن. شاي قوي الافيه ده. مش ممكن يا جماعه. اهو جايبين القناه اللي احنا فيها اهو بنتريق عليها. اي نعم هم قالوا لنا اياك تجيبوا سيرتنا، بس قشطه يا منى هلا. فاحنا اهو اتريقنا عليها وما همناش، ما خفناش، عادي يعني. سقفنا زي ما هو يا جماعه، وهنقول على الحلو حلو والوحش وحش، وعمرنا ما هنقدم تنازلات. احنا كلنا اولاد 9. الساعة 9 واسعى اسعى اسعى اسعى. خد لك صورة 6 في 9. لا بصراحه ده عجبني، يعني عجبني يا اخي. الفيه جامد قوي اللي هو الساعه 9 خد لك صوره 6 في 9. لا الفيه جامد، الفيه قوي، الفيه قوي يا جماعه. انا بقول نبدا جوشو يلا على بركه الله. ناس كتير قوي يا جماعه سالتنا الفتره اللي فاتت انتوا ليه اختفيتوا؟ للامانه هم سببين.
اول سبب ان احنا فعلا كنا بندور على قناه ما فيهاش منى هلا، ده رقم واحد. الرقم الثاني بقى ان احنا جالنا عروض كتير جدا كنا بنحاول ندرسها، للاسف كلها رفضناها لان كان مطلوب مننا ان احنا نقدم تنازلات كان صعب ان انا اقدمها. بعمل برنامج عن الموضة، بعمل فقرة عن الموضة، بس في البداية أنا هستحمل الشتايم اللي هاخدها في الحلقة دي، لأن البانيو حاجة جديدة ومذيعة طالعة في البانيو برضو حاجة جديدة. منذ عهد الفاطميين والعثمانيين اشتهرت أحياء القاهرة القديمة بحفلاتها الشعبية. ايه البخت الاسود ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. ياه شوية مزيكا لطيفة جدا، ويعني نروح برضو نحاول برضو نحمس الناس شوية. But what about the first Oscar for you? Go بي. ده تمساح صغنن اهو. تمساح ده ولا مش تمساح؟ اهدي، احنا في الاستوديو. انت حبيبتي، انت حبيبتي. اذا كنت انت غوريلا فانا داليا. دي جزيرة كنا عايزين نجيب عليها شوية سمك، قلت لهم أنا القرموطي كفاية. حتى الأرضية برضو عاملينها لحضراتكم كده في إطار يعني إنه كنا نمسك البطيخة كده نلعب بها كده والله. شفتوا؟ يعني بذمتكم ينفع اطلع اعمل كده؟ انا اطلع اعمل فوتو سيشن مع تمساح؟ اطلع اهزق نفسي مع غوريلا؟ لو كنتش انت داليا فانا غوريلا؟ انا اطلع استحمى في بانيو لايف؟ لا، هو انا عن نفسي اعمل كده والله، بس خايف على شعور الساده المشاهدين. لا بس يا جماعه، في ظل البرامج الكوميديه دي اللي ما كناش عارفين نعلى عليها ولا نعلى على افهاتها، كان في برامج فعلا جد وشغاله بتذيع حاجات فعلا مهمه وبتحاول تذيع وتنشر وتكبر من اسم مصر. مصر هتدخل موسوعة جينيس بأكبر طبق فول في العالم. أكبر طبق فول في العالم. أكبر طبق فول في العالم. الله الله، ايوه بقى هي دي الجوائز اللي بجد، بلا نوبل بلا نيله، فعلا جايزه بتعبر عن الشعب المصري. مصر هي طبق الفول، طبق الفول الجميل اللي جاي من عرق الفلاح اللي صحي الصبح وحرث الارض وزرع الفول وحصده عشان يوصل لنا. المفاجاه بقى ان الدوله المصريه، اقول لكم على حاجه، ما بتزرعش فول خالص. عادي يا جماعه، عادي خالص. فيها ايه؟ لعلمكم بقى كل البلاد بتعمل كده، بتستورد من بره وبتجمع هنا. احنا عملنا كده، استوردنا الفول ودمسناه هنا. وانا بقول اي كلام على فكره عشان احاول اعلى بالافيه، لان كده ما بقاش ناقص غير الطعميه عشان تكمل. مصر تفوز بكأس العالم في الطعميه. ايه ده بجد ما طلعش افيه؟ طيب بصوا بس عشان ابين لكم ازاي الموضوع صعب في ان احنا بنحاول نعلى بالافيهات على الاخبار اللي بتنزل اصلا كوميديه. انا هوريكم تيم الكتابه كتب لنا ايه. قال لك بقى بعد ما الفيديو ده ما يتعرض المفروض ان انا ايه اقول ايه. طب وده بقى هنستلمه ازاي؟ نستلمه كده؟ سخيف جدا. طب كاس العالم للطعميه ده في منه نوعين، في منه عاده ومحشي. سخيف جدا برضو. طيب كاس العالم للطعميه ده بقى هنستلمه في ايه؟ في قرطاس؟ برضو سخيف قوي يا جماعه. لا شفتوا ازاي الموضوع صعب؟ الموضوع صعب جدا ان احنا نعلق على فيديوهات بتنزل اصلا كوميديه. علشان كده احنا فعلا بنحمد ربنا ان احنا جينا في قناه جديده بتجربه جديده، وعشان الناس اللي اول مره تتابعنا وعشان دي اول حلقه في التلفزيون لازم نوضح مبادئ البرنامج بتاعتنا. عيشي يا بلدي وكباري، غيرك ماليش، في جنة ترابك بندفن، حرية مساواة عدالة اجتماعية، هي دي مبادئنا وليكوا الأولوية. الله بجد اسفين يا ريس، اسفين ان احنا قمنا بالثوره، بس هي دي فعلا مبادئنا. يعني هنعمل ايه؟ المهم اهدافنا. احنا بصراحه هدفنا يا جماعه ان احنا كلنا نتوحد زي زمان، ما بقى عندناش اي اختلافات سياسيه. محدش يجي يقول لي ده علماني وده ليبرالي. ده بيقول ليبرالي وده بيقول علماني وده بيقول
نصراني وده بيقول إخواني وأنا بقول يا راني. بلاش تبقى نيتنا وحشه يا جماعه. ما جايز الراجل عايز يقول وانا بقول يا وداني يا جيراني وانا بقول يا كعاني يا سنائب، اي حاجه شعر بقى. لكن خلينا نتكلم شويه جد، عشان فعلا ده حقكم علينا. كنا فعلا احنا مقررين ان احنا ما نظهرش نهائي على اي قنوات فضائيه، لكن مع الظروف اللي عايشين فيها وقله البرامج السياسيه الساخره اللي موجوده فعلا في مصر عشان سقف النظام، فاحنا كنا جايين نوصل رسالتنا لشرائح اكبر وبوسائل مختلفه، وان شاء الله ده عمره ما هيأثر نهائي على سقف الحريه اللي تعودتوه مننا على اليوتيوب. نشوفكم الفقره الجايه. النهارده من سنتين السيسي حلف اليمين وبقى رئيس الجمهوريه، كده الراجل تم سنتين في الحكم. الناس بقى اللي معترضه هانت يا جماعه، كلها 28 سنه 28 سنه ويوم مش هنرحمك، ميدان التحرير موجود. بالنسبه بقى للناس اللي معترضه وبتقول الراجل بقى له سنتين وفين الانجازات والمواطن ما حسش باي تحسن، خلينا نكون عقلانيين يا جماعه. من امتى اي رئيس يقدر يعمل اي حاجه في سنتين بس؟ امتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته؟ هنشهد تحسن خلال سنتين طبقا لتخطيطنا اللي حاطينه ده، ان شاء الله في خلال سنتين. السنتين اللي بنتكلم عليهم او الثلاثه دول نكون قفزنا وعدينا خلال عامين. ده معدل سريع. ان شاء الله ان شاء الله هيكون امر ليه العجب. هشوفه ليه العجب، يقولوا ازاي ده حصل، حتى يتعجبوا اصحاب الحيل، يعني العفاريت يعني يتعجبوا. اهو انجازات الرئيس ابهرت الميت قبل الحي، بس يعني العفاريت دي يعني ما افورتش شويه منك يا سياده الرئيس؟ لا عادي خالص، انبهرنا عادي. ايه فيها ايه يعني؟ ايه ده؟ ويا جماعه ومعانا واحد من العفاريت اللي انبهرت بانجازات الرئيس. منور عم العفريت. اهلا بحضرتك. معلش بقى يعني جبناك بالليل وكده. لا عادي، اصلا انا عفريت شفت ليلي. طيب مش مهم، يعني بما انك عفريت سياسي ومثقف واحد من اللي انبهروا بانجازات الرئيس، يعني ممكن تقول لنا بالظبط فين سبب الانبهار؟ بص، احنا عندنا اصلا زياده سكانيه تحت، فكان نفسنا ان احنا نطلع معاكم فوق. يعني فوق فين؟ فوق عندكم على الارض، بس ده ما كانش ينفع زمان ايام الرؤساء اللي قبل كده، لكن لما السيسي جه عرفنا نطلع عندكم عادي خالص. اشمعنى يعني؟ عشان خلى حياتكم جحيم. طيب حابب تقول حاجه اخيره قبل ما انا بس عايز اوضح حاجه، ان اصلا الثورات اللي انتوا طلعتوها ما كانتش بس ال 20 ولا ال 30 مليون اللي طلعوا في الميادين، كان في عليهم مئات الملايين تانيين، بس انتوا ما كنتوش شايفينهم عشان عفاريت وكده يعني. العفريت ده ولا؟ طب في حاجة أخيرة تحب تقولها توجهها للسادة المسؤولين من خلال برنامجنا؟ أنا مش عايز أوجه للمسؤولين، أنا عايز أوجه للثوار. لو أنتوا يعني ناويين تعملوا أي ثورة تانية ولا حاجة، لو يعني ما تبقوش تصلوا في الميادين، اعملوا حسابكم إن معاكم ناس تانية، قصدي عفاريت تانية. طيب بما إن يعني الإنجازات أبهرت أهو العفاريت، إزاي في ناس مش منبهرة؟ وإزاي في عفاريت برضه لسه مش منبهرة؟ هل يا جماعة في إنجازات ولا مفيش؟ أنا مستغرب من الناس اللي مش شايفين الإنجازات. الحكومة بتعمل إنجازات كويسة في حتت. أنا مستغرب من الناس اللي مش شايفين المشروعات. في إنجازات يا مصريين. طبعا الإنجازات هي إنجازات كبيرة جدا. مستغرب من الناس اللي مش شايفين الإيقاع اللي حصل في السنتين دول. في إنجازات حقيقية حصلت في هذا البلد. إن اللي عمله في وقت قصير حاجات كتيرة جدا اللي يوازي إيقاع 10 سنين فاتوا، وحقق في فترة بسيطة اللي ما تحققش في عشرات السنين. يعني الحقيقة ما تتحققش في خلال 10-15 سنة. إنجازات أقسم بالله محتاجة سنين. النهاردة في إنجازات لو مش شايف اللي بيحصل حواليك تبقى لا مؤاخذة أعمى. ولا أحد ينكر ذلك إلا جاحد أو أعمى. البلد بتجري في شغل، اللي مش شايف ده يبقى أعمى. يعني اتعاموا ما بيشوفوش اللي بيحدث من إنجازات أبدا. الإنجازات ده أنا كاتب إنجازاته حاجة و20 إنجاز، كاتب ورقة أهي. يبقى إن شاء الله إن شاء الله ما نعرفش إيه، بس نبقى متفائلين. لا بقى لا، مش هينفع كده، الشعب ده مش هينفع كل المشاريع دي وانتوا مش شايفينها.
انتوا بجد يا شعب اتغيرتوا. اهتموا بالتفاصيل شويه. الرؤساء بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا التفاصيل. لقيت الرئيس عمل مشروع خيالي، ده مش معناه ان المشروع مش موجود. انت لو كنت مهتم كنت شفته. لو قال لك مفيش، سيبه دلوقتي، هو متضايق. بيقول لك مصر هتبقى قد الدنيا، قول له حاضر. حاضر ونعم بتريح. قال خطاب ما فهمتش منه حاجه، اسمعه. هو عايز يفضفض. اصحى الصبح قول له ايه ده، انت خسيت ولا ايه يا سياده الريس؟ ايه التسريحه الجديده دي؟ جميله، صغرتك 20 سنه. لبس بدله جديده، الله اللون ده جميل، مبين لون عينيك يا سياده الريس. ايه الحلاوه دي يا ريس؟ طبعا عليك ورده حمراء، شوكولاته، ورده حمراء مصنوعه من الشوكولاته. التفاصيل يا اخوانا، ايه التفاصيل؟ الرؤساء بيحبوا التفاصيل. انا عارف ان في ناس ما بتحبش وما بتهتمش بالحاجات دي، بس من هنا بتبدا المشاكل الزوجيه، بتبدا المشاكل الرئاسيه، وبتبدا الناس فعلا تسال فين الانجازات؟ زهقت من حياتك؟ مش حاسس بفلوس القناة؟ بتركب ميكروباص العاصمة الجديدة وبتنزل في صحراء هتتجنن، مش شايف الإنجازات؟ قربت تنتحر؟ اوعى تيأس واستعمل نظارة الإنجازات. نظارة الإنجازات ب30 جنيه بس، سعر المنتج ثابت، سعر الشحن ثابت أينما كنت. هو ده قد إيه؟ ولادنا عايزين ده، أهالينا عايزين كده، يشوفوا ده. مش مصدق. لا صدق. وإذا اتصلت دلوقتي هتاخد نظارة تانية ب30 جنيه، يعني النظارتين ب60 جنيه. يا بلاش نظارة الإنجازات، البسها وانسى اللي فات. نظارة الإنجازات يا جماعة، النظارة دي يا جماعة مش بس علشان تشوف بيها الإنجازات، لا دي ليها استخدامات تانية كتير. يعني احنا مثلا جربناها على عماد أديب، بصوا. المفاجأة بقى لما جربناها برضو على عمرو أديب، كانت المفاجأة مذهلة يا جماعة. جربناها برضو على لميس وجابت بصراحة نتيجة، بصوا. واضح ان هي دي بعد النضاره. طيب كده يا جماعه في ناس شايفه انجازات وفي ناس مش شايفه اي انجازات، فاحنا علشان نكون محايدين حبينا نعمل مناظره خفيفه بين الاثنين، وعشان نكون محايدين حبينا نسمع كل الاطراف. معانا سياده الرئيس السيسي، وما لناش حد يعبر عن الراي الاخر احسن من الرئيس عبد الفتاح. برحب بحضرتك سياده الرئيس السيسي. Let me first thank you for this interview. ثانك يو سياده الرئيس السيسي. برحب بحضرتك سياده الرئيس عبد الفتاح. اسمحوا لي في البدايه ان انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم وارحب بيكم. برحب بحضرتك سياده الرئيس عبد الفتاح، وكمان معانا لجنه تحكيم من اشرف النخب المصريه. خلينا على طول نبدا المناظره بسؤال لسياده الرئيس السيسي. ايه راي حضرتك في مصر بما انك بقالك معاه سنتين؟ مصر دوله كبيره وعظيمه والكبير كبير. إجابة مختصرة من سيادة الرئيس السيسي مع تأكيده إن الكبير كبير. إيه رأي النخبة في كلام سيادة الرئيس السيسي؟ مصر دولة واقفة على رجليها. مصر بلد مش فقيرة. احنا مصر العظيمة. ايه العظمة دي؟ مصر مش صغيرة، مصر كبيرة جدا. واضح إن لجنة التحكيم بتأكد كلام سيادة الرئيس السيسي إن مصر بلد كبيرة ومش فقيرة. خلينا على طول نسأل سيادة الرئيس عبد الفتاح نفس السؤال. إيه رأيك في مصر؟ احنا مش في دولة حقيقية، هي أشباه دولة مش دولة حقيقية. واضح ان سيادة الرئيس عبد الفتاح بيختلف مع سيادة الرئيس السيسي ان مصر مش دولة حقيقية وان احنا اشباه دولة. ايه رأي لجنة التحكيم في الكلام ده؟ زي ما تقول كده، يا شبه الدولة انما مش دولة، شبه دولة. ومصر فضل لها مركز واحد عشان توصل لمرحلة الإفلاس. فعلا احنا شبه دولة. مصر دولة لسه يعني وليدة واقل من وليدة، لم تولد بعد. لا رأي يحترم بصراحة من لجنة التحكيم اللي بتأكد كلام الرئيس عبد الفتاح إن إحنا أشباه دولة. طيب على طول خلينا نسأل السؤال الثاني لسيادة الرئيس السيسي. ما رأي سيادة الرئيس في الشعب المصري العظيم؟ المصري شعب عظيم عبقري. شعب عظيم عبقري. الله والله فخور إنه مصري. بنشكر سيادة الرئيس على إجابته. على طول بنتجه للجنة التحكيم ونقول لهم إيه رأي حضراتكم في رأي سيادة الرئيس السيسي في رأيه عن الشعب المصري؟ المصريين بيغزلوا برجل حمار، المصريين شطار جدا بس عايزين فرصة. أيها الشعب المصري العظيم الكريم الذي تكرمت وأظهرت كم أنت عظيم،
ده احنا شعب كبير قوي على فكره، ده احنا نوزن جامد. هذا الشعب المصري المكلوب المهموم، احنا ما فيش ايد بتحنو علينا. احنا شعب جبار، احنا شعب بيستحمل حاجات يعني مش اي حد يقدر يستحملها. واضح اتفاق لجنة التحكيم مع سيادة الرئيس السيسي. نفس السؤال بنوجهه لسيادة الرئيس عبد الفتاح، ايه رأي حضرتك في الشعب المصري؟ انا بحس ان الناس لا عارفة ولا هي فاهمة ولا اي حاجة في الدنيا. اختلاف اراء ما بين سياده الرئيس السيسي وسياده الرئيس عبد الفتاح اللي شايف ان الشعب المصري مش فاهم حاجه. طيب راي لجنه التحكيم ايه في الكلام ده اللي اكيد هتختلف معاه؟ احنا شعب معيوب، احنا شعب معيوب، لان احنا بقينا امه، مش عايز اقول الفاظ، بقينا قاعدين نهري ونتكلم. والله العظيم 3 احنا شعب مش مركز، متوه. فكره ان الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه، انا على مستوى الشخصي رافض الجمله دي شكلا وموضوعا. هل سنستمر في نفاقنا للشعب؟ احنا عندنا شعب فيه مشكله، مش في كل المراحل العظيمه. لا رايه يحترم. الاختلافات دي يا جماعه صحيه للمجتمع المصري. طيب بنسال على طول سياده الرئيس السيسي، ايه راي حضرتك في العاصمه الاداريه الجديده وهل عندك مشاكل فيها؟ العاصمة الإدارية الجديدة، الإشكالية اللي بيني وبين الهيئة الهندسية إن أنا بقول لهم هم بيقولوا 5 ل 7 سنة وأنا بقول 2 سنين. الله عليك. مشكلة محلولة يا سيادة الرئيس. على طول بنسأل لجنة التحكيم، ايه رأيكم في كلام سيادة الرئيس السيسي عن العاصمة الجديدة؟ عايزينها؟ عاصمة مصر الجديدة ستكون أكبر من واشنطن ب10 مرات. بنتكلم لعاصمة وامتداد عمراني لسنوات طويلة. العاصمة الجديدة أمل، رسالة للعالم كله. العاصمة الجديدة دي يا جماعة نقلة حضارية، نقلة تانية للبلد. جميل جدا ان احنا نلاقي الناس مهتمه جدا بالمشاريع. على طول بنسال سياده الرئيس عبد الفتاح نفس السؤال، هل عندك مشكله في العاصمه الاداريه الجديده؟ احنا ما بقاش عندنا ناس تشتغل في المشاريع ديت. ايه ده؟ يعني كده ما فيش مشروع عاصمه اداريه جديده؟ طيب واضح اختلاف الرؤى ما بين سياده الرئيس عبد الفتاح وسياده الرئيس السيسي، في واحد عايزها، في حد مش عايزها، لجنه التحكيم مع سياده الرئيس السيسي. لكن بنسالها، ايه رايكم في كلام سياده الرئيس عبد الفتاح ان في مشكله في العاصمه الاداريه الجديده؟ لسه عايزينها؟ مش عاوزين عاصمة إدارية جديدة، احنا مش عايزين العاصمة الإدارية الجديدة. موضوع العاصمة دي واللهفة عليها وان احنا نعملها، لا يا سيدي ده مش وقته خالص. العاصمة الإدارية الدنيا وقفت، كل الناس قال لك لا لا لا. ايه ده؟ ما فيش عاصمة إدارية جديدة؟ طيب السؤال الأخير بقى دلوقتي بنوجهه لسيادة الرئيس السيسي وسيادة الرئيس عبد الفتاح، إزاي شايفين مستقبل مصر؟ لا واضح فعلا مستقبل مصر مع الرئيس السيسي والرئيس عبد الفتاح زي ما انتم شايفين، لكن المشكلة الأكبر في النخبة المزيفة اللي بيصدروها للشاشات علشان تغسل عقول أنصارهم. وعلى فكرة مصر عمرها ما كانت شبه دولة، مصر طول عمرها عظيمة، لكن دايما اللي بيحكمها هم اللي أشباه. استنونا الحلقة الجاية من جو شو.